يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى يا جماعه، الشتاء وجمال الشتاء وبصوا هو ده بقى الاكل اللي يتاكل في الشتاء. تمام، خلاص معدتنا نشفت طول الصيف، نواشف وحاجات سريعه وكده. لا بقى الشتاء بقى، واعملي بقى الاكل القمر ده. النهارده هعمل معاكم صينيه البطاطس بطريقه ما تخليهاش، يعني ما تخليش البطاطس مهريه. يعني احنا غالبا بنعمل الفراخ مع البطاطس بتبقى طالعه مهريه كده، وايه ما بتبقاش البطاطس كده ماسكه نفسها. فبصوا معايا كده الخطوه اللي هعملها معاكم دي، يعني هتدي الفراخ تسويه كويسه، وتاكد ان الفراخ كويسه والخضار بيبقى كويس يعني ماسك نفسه. فمعايا بصلايه ومبشوره بملح وفلفل، لفيت بيها الفراخ كده وسبتها شويه. تمام، ولو رشة قرفة برضو عشان اتأكد ان مفيش زفرة ولا حاجة في الفراخ. تمام، ومعايا بقى هنا معلقة زيت ومعلقة سمنة. هنزل بالفراخ وافضل يعني اديها صدمة كده، وافضل اقلب فيها شمال ويمين لحد ما اتأكد انها دخلت في السوا. تمام، ومعايا اللي في الحلة البيضة دي كيس طماطم طلعته من الفريزر بيفك يعني معايا على نار هادية كده. وبس يا بنات، بصوا نزلت بورقتين لوري، ودي رشة بهارات فراخ. تمام، وافضل اقلب فيها زي ما قلت لك كده لحد ما تاخد مني لون وتدخل في السوا. هبدأ اكمل بقية الصينية معاكم. بس كل حاجة بقى بعد كده معاكي هتبقى واضحة. تعالوا بقى يعني نتكلم مع بعض في حاجة كده. خدي بالك منها وحاولي تخليها بينك وبين ولادك دايما يعني. بصي يا قلب اختك، لو عايزة ولادك يكبروا يحبوا بعض ويكبروا يبقوا سند لبعض، ويكبروا يبقوا ايد واحدة، هقولك على 3 حاجات اعمليها معاهم. يعني خلي بيتك ماشي ماشي عليها، يعني خلي ال3 حاجات دي قاعدة في بيتك. اول حاجة، بلاش حد يتريق على التاني. تمام، يعني انت يا ريت تبدأي الكلام ده وهم لسه يعني في سن صغير، على اساس ان يكبروا على كده. يبقى في بينهم حب كده فهماني. بلاش حد يتريق على التاني، حتى الاب والام بلاش تريقه. يعني انا ساعات اقسم بالله بيبقى ابني او بنتي عامل موقف، بيبقى خلاص هموت من الضحك عايزه اضحك، بس بمسك نفسي اللي هو لان عارفه ان لو ضحكت هيزعل مني، يا اما هيسيب القعده ويقوم. فاهمين؟ فبلاش يا جماعه التريقه على ولادكم. تمام. ممكن بقى بالراحه، يعني الموقف اللي بعد كده بقى في وقت يكون رايق، في وقت يتقبل منه كلامك، ان انت مثلا الموقف اللي عملته بلاش تعمله بالطريقه دي. على اساس فهميه بالراحة. لكن وقت ما هيكون مثلا عمل الموقف هتضحكي عليه هتتريقي عليه، اقسم بالله العيال ما بتنساش. تمام، وكمان عايزين نفهمهم ان بلاش برضو نتريق على حد بره البيت. فهماني؟ يعني انا مثلا بنتي كان مطلوب منها بحث في المدرسة عن المتحف المصري، وعن اليوم العالمي للمرأة، وعن التنمر، تختار من ال3 دولت حاجة. فبصراحة انا قلت فرصة اخليها تختار مثلا التنمر، ونتكلم عنه، ويعني افهمها بقى ان سلوك عدواني ما ينفعش ان نتعامل بيه مع بعض، ما ينفعش يعني الناس تتعامل بيه بينها وبين بعض يعني. فاهمين؟ واتكلمنا بقى في حاجات كتير مع بعض، يعني وصلت لها معلومة وفي نفس الوقت استفادت و... وكده. فاهمين؟ تاني حاجة، ابن رصيد بين ولادك وبعض. يعني مثلا هاتي مثلا لابنك الهدية مثلا في عيد ميلاده، او في اي مناسبة يعني، او حاجة محتاجها، وقولوا له مثلا ده اختك هي اللي صممت ان احنا لازم نجيب لك الحاجة دي عشان انت محتاجها. تمام. واخته برضو نفس النظام، مثلا اقول لها بابا جاب لك الموبايل ده، واخوك هو اللي صمم نجيبهولك، او اي حاجة ناقصاها مش شرط موبايل يعني، واخوك اللي صمم نجيبهولك عشان هو بيحبك وكده يعني. فاهماني؟ وامشي بقى على الحاجات دي على طول طول الوقت. حتى لو جبتي شوكولاتاية، اديها له اختك اللي جايبها لك. تالت حاجة يا بنات، ان البيت القريب من ربنا كل الاشخاص اللي فيه بيحبوا لبعض، طالعين بيحبوا بعض، بيحسوا ببعض، بيبقوا سند لبعض، في بينهم ألفة وفي مودة. حتى بعد كده لما يكبروا الولاد وكل واحد يبقى ليه بيت وأسرة وولاد وكده، هيبقوا بيودوا بعض وبيسألوا على بعض، مش يقولوا ان الدنيا لهيانة والدنيا وكده.
فاهمين؟ فخلي بيتك دايما فيه ريحة التدين، ودايما قولولهم ان احنا بنحب ربنا ومؤمنين بيه ومؤمنين ان هو دايما شايفنا وانه موجود. وفهموهم ان احنا بنحبه مش خايفين منه بس. تمام. فيا رب يكون استفدتي من كلامي ولو بحاجة بسيطة وتكون الوصفة عجبتكم، فما تنسينيش يا قلب اختك بلايك واشتراك. باي باي.